هنستمر في سلسلة المذاكرة والامتحانات وهنعمل حاجات جميلة واقتصادية جدا وهتعجب الولاد وكلهم بيطلبوها وبيحبوها كمان. وطبعا الوصفة دي هتنفع العيد الكبير جدا للضيافة، حاجة كده مميزة وخفيفة ومش هتاخد منك مجهود. ببيضة واحدة بس هتعملي الكمية اللي قدامك دي كلها ومش هتلمسي اي مكون بايدك خالص. شايفة ما شاء الله كمية كبيرة جدا بمكونات بسيطة وجميلة، وان شاء الله هتعجبك. كوكيز مميز ولذيذ وجميل جدا جدا بصراحة، هيدمنوه. حاجة كده يعني مش هتاخد منك وقت خالص، 5 دقايق بالظبط وهتكوني مخلصاه. وطعمه بقى انت اللي هتحكمي عليه بنفسك وتقولي لي عليه. بس قبل ما نبدأ في الوصفة ما تنسيش سبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد ومميز، واللايك والشير علشان يقدر الفيديو يوصل لأكبر قدر ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دعاء زين. وإن شاء الله النهاردة هنعمل كوكيز سهل وخفيف كده، مش هنستخدم فيه إلا البولة حبيبتنا دي والإسباتيولا بتاعتنا بس كده. وما تخافيش مش هتلمسي أي مكون بإيدك، هقولك هتعمليه إزاي بأسرع وقت ممكن. وبما ان الوصفة دي تنفع معانا للعيد الكبير فما تنسيش هسيبلك قائمة تشغيل في اخر الفيديو فيها كفتة الحاتي وسلق اللحمة بطريقة مميزة هتطلع لك شوربة صافية وجميلة جدا. وكمان الرقاق هنعمله من A to Z، هنعمل رقاق كله في البيت. وكمان صينية الرقاق بطريقة جميلة جدا بتاعت زمان اللي بتطلع كده صينية طرية وجميلة ولذيذة وريحتها مفحفحة كده زي بتاعت جداتنا وامهاتنا كده. وطبعا ما نسيتش الفتة ولا الرز الابيض بتاعها بطريقة مظبوطة وجميلة جدا. والكبدة بقى هقولك تعمليها بطريقة ولا اروع من كده. ده كله هسيبهولك في قائمة التشغيل بتاع عيد الاضحى اللي هسيبها لك في اخر الفيديو. نيجي بقى الوصفة الجميلة بتاعتنا. في الاول سميت الله ونزلت ب125 جرام زبدة، يعني نص كوباية مليان، بس انا ما بحبش الزبدة تتقاس بالكوبايات زي ما انت عارفة. وطبعا الزبدة ممكن تحطي نص زبدة ونص زيت، مفيش اي مشكلة خالص معايا في الوصفة دي. بس طبعا زي ما انت عارفة الزبدة بتدي طعم اغنى للوصفة والذ كمان. تلت كوباية سكر بني نزلت عليها اللي هي 65 جرام، وعليها ربع كوباية سكر ناعم اللي هي 60 جرام. يعني مجمل السكر كله 125 جرام زي وزن الزبدة بالظبط. يعني زي ما هتحطي زبدة هتحطي سكر وننعمهم مع بعض زي ما انت شايفة كده. ليه السكر البني تلت كوباية؟ علشان السكر البني حبيباته كبيرة طبعا فبياخد تلت كوباية، فانا حبيت اقولك بالكوبايات وبالجرامات وانت تعملي اللي انت عايزاه. طبعا بنعمهم زي ما انت شفتي كده لغاية ما يوصل معايا كده. انا ما بدوبش السكر، انا بنعمهم مع بعض بحيث دخلت الزبدة مع السكر وخلاص كده بقوا زي الفل. ننزل بقى بالبيضة. معايا بيضة حلوة كبيرة كده تقريبا وزنها 70 جرام ونزلت بيها على الخليط. وطبعا طالما نزلنا البيض يبقى لازم الفانيليا. لو عندك فانيليا بودر هتحطي تقريبا اكتر من ربع معلقة صغيرة شوية، ودي فانيليا سايلة بحط اكتر من نص معلقة. انا بحب تست الفانيليا في الوصفة دي يكون عالي شوية، وطبعا الحاجة دي ترجعلك. المهم في اي وصفة حتى في الكيك بحط للفانيليا السايلة بحط لكل بيضة نص معلقة صغيرة، وانتي طبعا اعملي اللي انتي عايزاه في الاخر. بس جربي بالطريقة وكل الخطوات اللي انا بقولك عليها دي وان شاء الله هتطلع من ايدك احسن من اللي عندي كمان. دمجت البيضة مع الخليط جامد، واهم حاجة البيضة تختفي كويس جدا في الخليط. وعلى طول ننزل بقى بالنواشف اللي معانا، ذرة الملح اللي احنا متعودين عليها في اي حلويات، ونقلب كويس. وعلى طول نجيب معلقة صغيرة بيكنج باودر اللي هي حوالي 3 جرام. وعلى طول الدقيق معانا اللي هو متعدد الاستخدامات اللي بستخدمه في كل الوصفات، وكمان زي ما انت شفتي عملتي بيه الفطير وطلع تحفة. وما تنسيش هسيبلك فيديو الفطير في علامة الاي فوق وجربيه وان شاء الله هتدعيلي. طريقة لف مميزة وجميلة جدا وان شاء الله مش هتتعبك ابدا. على طول نخلت الدقيق ده كان ربع كيلو دقيق. ربع كيلو دقيق لو هتقيسيه بالكوبايات بيبقى كوباية ونص وتمن كوباية لو انت عندك كوبايات معيارية، او توزني ربع كيلو دقيق او كوباية ونص دقيق وعليهم معلقتين كبار اللي يريحك اعمليه. المهم هنخلط الدقيق ده كله مع المكونات بتاعتنا بالراحة، مش هنقلب كتير علشان ما يشدش معانا. وفي نفس الوقت هتقلبي ازاي؟
تقلبي الاسباتيولا كده وتضغطي لتحت بحيث ان المكونات تمتص الدقيق بسرعة، وما تحتاجيش انك تقلبي الدقيق كتير خالص. هنا ممكن تعمليه كده وخلاص وشكرا، وده يبقى بسكوت او كوكيز جميل جدا. بس طبعا مفيش كوكيز من غير شوكليت شيبس، ده الولاد كده يقولوا علينا ما بنعرفش نعمل حاجة. على طول جبت ربع كوباية شوكليت شيبس، يعني ربع كوباية تقريبا بيبقى من 35 جرام لحاجة و40 جرام زي ما يطلع، يعني ما فيش مشكلة. ممكن تحطي معلقتين، ممكن تحطي اي كمية انت عايزاها، ما فيش اي مشكلة خالص عندي في الموضوع دوت. وقلبتهم بالراحة جدا زي ما انت شايفة كده، برضو قلبت بالضغطة بحيث ان انا ما اخدش وقت كتير. كده خلاص الوصفة خلصت معانا. هنعملها بايدينا؟ لا، ازاي؟ انا عمري ما احط ايدي في حاجة، انا حالفة ما احط ايدي في الوصفة دي خالص. على طول اجيب بقى نشوف هنشتغل بيها ازاي. لو انت حابة تشتغلي بيها بايدك مفيش اي مشكلة، تحطيها كده ربع ساعة في التلاجة متغطية طبعا عشان ما تنشفش، وتبدأي تشتغلي فيها عادي مفيش مشكلة. لكن انا هعمل كده، اجيب على طول البرطمان بتاعي ده واحط فيه كيس حلواني. وطبعا زي ما انتم ملاحظين انا على طول بشتغل بكيس الحلواني البلاستيك دوت، بيبقى اسهل واوفر وما بياخدش معاكي بقى لا غسيل ولا تنشيف ولا اي حاجة. يعني حاجة كده ممتازة ومريحة جدا في الاستعمال ومش غالي، يعني بتلاقيه في اي محل بيبيع البلاستيكات والاكياس والحاجات دي بيبقى رخيص. انا والله مش فاكرة عشان ده عندي اصلا بقاله اكتر من 3 سنين، جبت باكت وبشتغل فيه لغاية دلوقتي. عبيت الكمية كلها في الكيس وبدأت افرغ منه الهواء، ودي مرحلة مهمة جدا. فرغي الهواء بحيث انك لما تيجي تضغطي البسكوت او الكوكيز معاكي ما يفرقعش. الهواء هو متفرغ زي ما انت شايفة كده. وعلى طول ربطت الكيس من فوق بمشبك. وممكن ما عندكيش كيس حلواني من ده، ممكن تستخدمي اكياس تلاجة، حطي كيسين او 3 في بعض وان شاء الله هيديك نتيجة ممتازة وما تخافيش خالص. جبت المقص وقصيت بالفتحة اللي انا عايزاها، انا عايزاها فتحة صغيرة مش عايزاها كبيرة قوي، بحيث ان هي مثلا تطلع لي الشوكليت شيبس معايا في الخليط، وفي نفس الوقت ما تبقاش كبيرة تنزل لي كمية كتير. انا هعمل هنا صاج، هعمل كمية يعني حجم صغير شوية، وصاج هعمله حجم اكبر شوية. وطبعا الاحجام دي والاشكال ترجع لك انت، ممكن تعملي باي حاجة انت عايزاه. وبس كده جبت صاج مش مدهون حاجة خالص زي ما انت شايفة كده. احنا كمية الزبدة عندنا كافية ان هي ما تخليش الكوكيز يلزق معانا في الصاج. وببدأ اوزع البسكوت، واهم حاجة تسيبي مسافات ما بينهم علشان ما يلزقوش في بعض، اكيد هو فيه زبدة فهيفرش معاكي. والبيكنج باودر اوعي تزوديه، عشان لو زودتي البيكنج باودر هيطلع لك حاجة تانية غير الكوكيز. فهي معلقة صغيرة ممسوحة كويس جدا معايا في الوصفة دي. هبدأ اوزع، وفي الوقت ده بكون مولعة الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، عقبال ما اخلص توزيع الكوكيز على الصاج. خلاص كده هدخله ان شاء الله، يعني هيقعد تقريبا 10 دقايق كده شغال. وطبعا ولادي حبوا يحطوا شوكولات شيبس كمان فوق، فما فيش مشكلة خالص. بتجيبي حوالي معلقة كبيرة كده وهتبدأي توزعيها على الوش، يعني كل واحدة واحدتين او 3 شوكولات شيبس، وهتبقى زي الفل وجميلة زي ما شفتي اول الفيديو كده بالظبط. شوكولات شيبس ده حراري فما بيسيحش في الكوكيز، بيبقى شكله جميل جدا من فوق. وعلى طول جبت الصاج التاني وبدأت اوزع عليه، وعملت ده حجم اكبر شوية من التاني. خلي بالك احنا كده خلصنا الكيس، بس لا اوعي ترميه كده. تعالي اما اقولك هتعملي فيه ايه، بحيث ان هو انت تجيبي كل الكمية اللي انت عاملاها وما ترميش اي حاجة منها ابدا. هتحطي الكيس كده على الرخامة وبالسكرابر تفضلي تسحبي الكوكيز اللي جوه، وهيطلع لك ده كله. يعني كده هنعمل 2 تقريبا. بس بما اني يعني انا ما فيش مكان تاني في الصاج ان انا احط فيه، فهزود على حاجات انا عاملاها في الاول كانت صغيرة شوية. شفتي بقى السهولة والجمال اللي فيها الوصفة؟ حاجة كده مش هتاخد منك وقت خالص ولا مجهود، ولا جبنا مضرب عملنا بيه. شايفة احنا خلصنا وخلاص، فكينا المشبك وهنرمي الكيس في الباسكت. يعني مفيش اسهل من كده. ايديكي ما اتبهدلتش، ما عملناش مواعين كتير ان احنا نغسلها. شايفة ده عملنا عليه الشوكولات شيبس كله بقى شكله لذيذ وكيوت جدا. وهنا كمان برضو نفس الوضع. وعلى طول بقى الصاجات دي هتدخل الفرن في الرف اللي في النص على درجة حرارة 180. هتقعد بالظبط 15 دقيقة، او لغاية ما عندك هيبقى تستوي البسكوتة من تحت وتاخد لون جلد كده وجميل. بس اوعي تلمسيها اول ما تطلع من الفرن،
هي لازقة اهي، هتسيبيها زي ما هي، ما تجيش ناحيتها خالص، هتسيبيها تبرد مثلا ربع ساعة نص ساعة على حسب الجو عندك، وتبدأي على طول تشتغلي فيها. انا هنا كمان طلعت الصاج التاني وهسيبهم هما الاتنين يبردوا، وهنشوف هنقدمهم ازاي دلوقتي. هنا اول ما بيبردوا هما بيفكوا من الصاج لوحدهم زي ما انت شايفة كده، فعلى طول اوعي تمسكيه بايدك، او في اصلا هيكون سخن يعني مش هينفع تمسكيه بايدك. الشوكولات دي بتكون بتلسع جدا اول ما بتخرجيها من الفرن، وكمان لو شلتيه بالعافيه من الصاج ممكن يتكسر منك. فانت تتلافي ده كله وتسيبيه يبرد لوحده. شايفه الجمال؟ لون متميز جدا من تحت، تسويته مظبوطه جدا، واخد لون حلو قوي من فوق. وكمان السكر البني بيعمل معانا شغل جميل جدا في الوصفه دي. تقدري طبعا تعمليه بالسكر الابيض بس، او بالسكر البني بس، او بخليط زي ما انا عملته. وطبعا ده كله يرجع لك في الاخر. الاهم بقى من ده كله ان احنا ما بهدلناش ايدينا، ما استعملناش مضرب، ما استعملناش مواعين كتير، ما عملناش اي حاجة خالص، ولا انتظرنا ان احنا ندخل حاجة التلاجة. يعني حاجة سهلة وسريعة ولذيذة، تنفع بقى الولاد في ايام المذاكرة دي، بيحبوا ياخدوا حاجة سريعة كده كل شوية مع الشاي مع القهوة مع اي حاجة هما بيشربوها مع العصير. بتبقى حاجة مميزة وجميلة جدا. والأهم بقى من ده كله إن هي من عمايل إيدك ومش هتاخد وقت. وما تنسيش سبسكرايب واللايك والشير وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد من قناتي، والكومنت الجميل اللي بيساعدني وبيفرحني. لو جربتي الوصفة ما تنسيش تبعتيلي التطبيق على التليجرام اللي موجود في أول القناة عندي. بحبكم جدا، باي باي.